جاهزين؟ يلا بينا نعرف هو ايه الفايبروميالجيا والأعراض بتاعته وأهمية الرياضة لعلاجه والتمارين. الفايبروميالجيا اللي الناس كتير بتعاني منه وفعلا ما تعرفش، وخصوصا الستات. وأهمية الرياضة ليه بمعنى أصح الألم الليفي العضلي، هو اضطراب بسبب ألم كبير وواسع في البنية العضلية، وبتحس على طول بإرهاق والنوم مش متظبط والذاكرة مش أحسن حاجة، وكمان مزاجك ما بيبقاش حلو معظم الوقت. وده بيحصل بسبب لأنه بيزيد الإحساس بالألم عن طريق معالجة الدماغ والحبل النخاعي للإشارات المؤلمة والغير مؤلمة، وتحس خصوصا بعد حادث أو إصابة أو جراحة أو عدوى. الجزء الثاني من الفايبروميالجيا وأهم 10 حاجات، تعالوا نعرف كل حاجة عنه في الجزء الثاني. الأعراض الأساسية ألم خفيف مستمر لمدة 3 شهور على الأقل، لازم تحس بالألم على جانبي الجسم وعلى الخصر وأسفله، وحتى لو أخدت كفايتك من النوم بتحس إن أنت مرهق على طول، وكمان بتحس بمعاناة في النفس والتركيز والانتباه والتفكير العقلي، وغالبا يصاب مرض الالتهاب العضلي بالعشر حاجات دول: متلازمة القولون، التعب المزمن، الصداع النصفي، التهاب المثانة، القلق والميل للعزلة، الاكتئاب، تسارع نبض القلب، النسيان والدوخة، الألم في الظهر والرقبة وازدراء. الجزء الثالث من الفايبروميالجيا، تعال نشوف التمارين اللي احنا نعملها وتبقى معظمها اكتر بالبودي ويت. عندنا اول حاجه هو ان انا عاوزك انت وانت واقف هنا كده بالظبط، بنزل سنه واطلع تاني، بنزل واثبت عشان اشوف اذا كان في وجع ولا لا من الزاويه الثانيه. وانا هنا بنزل اثبت واطلع، اثبت واطلع، وده بيبقى علشان الكوادريسبس. عندنا الحركه الثانيه وهو ان انا باخد خطوه وانزل لانجز واثبت هنا، عاوز اشوف اذا كان عندي وجع هنا ولا لا، ودي بتبقى 90 درجة. لو عندي وجع برجع تاني وبقلل نسبة النزول. لو ما عنديش وجع بزود الوقت، اللي هو يبقى مثلا بدل ما كان 10 ثواني ل 30 ثانية. عندنا بعد كده الحركة الثالثة وهو ان انا بوسع رجلي خالص وانزل اثبت، اشوف اذا كان في وجع ولا لا. والفايبروميالجيا عموما احنا بنتمرن يوم لور بادي ويوم ابر بادي. نزود التمرين اللي جاي ان شاء الله نحط فيها ويتس، بس ده اول اسبوع بس.